إن أنا أعلن عن تلقي رسالة موجهة من الرئيس إلى القمة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وأتوجه لفخامته بالشكر باسمكم جميعا على هذه الرسالة، وأطلب من السيد نائب الأمين العام للجامعة العربية قراءتها. معالي السيد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس لإعطائك الكلمة، وحسب توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين أردت تكون أول مهنئين لكم لنتائج هذه القمة والقرارات التي اتخذت فيها والبيان الذي صدر عنها، متهنئا لكم خادم الحرمين الشريفين دوام النجاح في كل مساعيكم. سيدي الرئيس، هي ملاحظة على الرسالة التي أتت من رئيس الجمهورية، جمهورية الاتحاد الروسي، ويتكلم عن المشاكل التي تمر بالشرق الأوسط، وكأن روسيا ليست مؤثرة على هذه المشاكل. وعلى سبيل المثال سوريا، هم يتكلمون عن مآسي الوضع في سوريا، بينهم هم جزء أساسي من المآسي التي تمس الشعب السوري. يمنحون من الأسلحة للنظام السوري ما هو فوق حاجته لمحاربة شعبه، يمنحونه الأسلحة الاستراتيجية، وحتى هناك تقارير أنه يأتيهم أسلحة من روسيا ضد الأنظمة الدولية التي تحد من استخدام الأسلحة الفتاكة، خاصة وأن القانون الروسي نفسه يمنع روسيا من بيع السلاح للدول التي تستخدمه لأسباب الهجوم ليس الدفاع. فكيف نستطيع أن نأخذ ما يعرضه علينا جميعا؟ هل هو استخفاف بآرائهم حول مصالح الشعب العربي في سوريا؟ هل هو عدم شعور بالكارثة التي حدثت في سوريا من الأسلحة الروسية؟ ألا يجوز لهم، وهو كان صاحب اختيار طريق جنيف 1 وجنيف 2 لحل المشكلة السورية، ألا يحق لنا أن نسأله كيف يمكن أن يدعو لهذا الحل السلمي وفي نفس الوقت يستمر في دعم النظام السوري، وهو بدعمه أحد الطرفين، مع أنه النظام فقد شرعيته وفقد كل ما لديه من اتصالات بالعالم المتحضر. آمل سيدي الرئيس أن يصحح الرئيس الروسي يعبر عن مدى اهتمام العالم العربي بأن تكون العلاقات مع روسيا على أفضل مستوى، وروسيا من الدول التي يحتاجها العرب ويحتاج إلى دعمها في القضايا الدولية، وخاصة القضايا التي لا خلاف على تأثيرها على المصلحة العربية. ويطالب بأن يكون مسعاه في علاقته بالنظام السوري يتماشى
مع الأهداف التي ذكرها في رسالته.